السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم عمرو احمد طاهر، وده هيبقى تاني فيديو في سلسلة ارتجال تك مع عمرو احمد طاهر. خلينا نسميها كده. حلو. طيب، احنا اول فيديو اتكلمنا عن الامباكت، ازاي يكون ليك تأثير قوي، وازاي التأثير ده انت تترجمه في حياتك انت كسوفت وير انجينير. النهارده انا في توبيك لطيفة قوي كنت عايز اتكلم فيها برضو، ليه علاقة حاجه اسمها الورك دايري او البراك دوكيمنت، اللي هو الدوكيمنت اللي انت بتتباهى بيه. حلو. وسط زمايلك او وسط الانجينيرز او وسط الليدرز بتوعك او المانجرز او ما الى ذلك. طيب، يعني ايه براك دوكيمنت او ورك دايري؟ ده برضو من منظوري الخاص، وبرضو من منظور المانجرز بتوعي في الشركات اللي انا مريت عليها. يعني كل مانجر كان ليه مفهوم خاص بيعني ايه ورك دايري. الفكره هنا ايه؟ الفكره هنا ليتس مثلا ان انت قعدت 3 4 سنين تشتغل، او 5 سنين او سنه او واتس ايفر. حلو. وبعد كده جيت في فتره زمنيه سالت نفسك سؤال مهم قوي، سالت نفسك هو انا عملت ايه السنه اللي فاتت؟ ايه الانجازات اللي انا عملتها؟ او ايه الحاجات اللي انا حققتها اللي سابت امباكت كبير للتيم بتاعي؟ وانت ممكن تعمل كده لكذا سبب. ممكن تعمل كده لسبب مثلا ان انت عايز تعمل انترفيوز، فانت عايز تتكلم عن الانجازات اللي انت عملتها. او ممكن تعمل كده عشان انت مثلا داخل على بروموشن، فانت عايز في البروموشن بتاعك تحط نقط عريضه على الحاجات اللي انت عملتها اللي سابت تاثير كبير في التيم بتاعك، في الشركه، في البرودكت، في السوفت وير، في ما الى ذلك. حلو. او اللي انت تكيب تراك للحاجات اللي انت بتعملها بشكل عام. فانت لو سالت نفسك السؤال ده، فانت في الاغلب لو انت ما عندكش ورك دايري او براك دوكيمنت، في الاغلب هتعرف تفتكر الحاجات الفيري امباكتفul، الحاجات اللي انت عمرك ما هتنساها، البروجكت الخارق اللي انت عملته. حلو. بس انت مش هتفتكر الحاجات اللي هي اقل تاثيرا ومع ذلك كبيره جدا برضو. حلو. اللي انت عملتها على مدار السنين، وممكن كمان الحاجات اللي هي تاثير كبير جدا تفتكرها بصعوبه على مدار السنين. فالورك دوكيمنت ده عباره عن الورك دايري ده عباره عن ايه؟ الورك دايري ده عباره عن دوكيمنت انت بتكتبها، بتقول باختصار شديد انا اشتغلت في مشروع اكس والتاثير بتاعي كان واي والنتيجه كانت زد. ذاتس ات. هو ده الورك دايري. وممكن لو انت حبيت تخش في تفاصيل اكتر على التكنيكاليتيز اللي انت عملتها تعملها. انا بنصح اي حد ياخد من وقته ليتس سي مثلا 10 دقائق كل يوم، او ممكن يرتبها بشكل اخر، ممكن يعملها، ممكن يعمل في الكالندر بتاعه نص ساعه او ساعه كل اسبوع، ويحط في الدوكيمنت دون الحاجات اللي هو عملها اللي ليها تاثير. برضه عشان اكون واضح في كلمه تاثير، تاثير هنا مش معنى كده ان انت حليت مثلا ايشو فانت تقول انا عملت الايشو ده، او مش معنى كده ان انت مثلا كان في فيتشر معينه بسيطه جدا، عملت بutton، عملت اي بي اي، عملت ظبطت في الموديل انهانسمنت شويه صغيره فتكتبها. لا، مش ده الورك دايري اللي انا بكتبه، مش دي طريقتي في كتابه الورك دايري. طريقتي في كتابه الورك دايري هي الحاجات اللي ليها امباكت، الحاجات اللي هي الامباكتفul. حلو. امباكت بمعنى ايه؟ ليتس سي مثلا اللي انا اشتغلت في مشروع معين، والمشروع المعين ده انا عرفت اللي انا ابني بايب لاين او سيستم. حلو. اللي احنا كلنا كديزاينرز وكفرونت اند انجينيرز وكسوفت وير انجينيرز نتناقش فيه. حلو. فانا اروح داخل على الورك دايري بتاعي واقول في تاريخ كذا 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 انا جمعت التيم وعملت دوكيومنتس، والدوكيومنتس دي خلت التيم كله يتفق على طريقه معينه هنشتغل بيها، وفي الاخر البروجكت الفلاني عملوا ديليفرنج. حلو. طيب، امثله تانية ايه؟ امثله تانية زي مثلا لو انا عندي performance ايشوز مثلا، او عندي مثلا باكجز عايز تعملها ابجريد، باكجز كبيره جدا. حلو. فانا هروح اعمل ايه؟ اروح كاتب انتري في الورك دايري بتاعي اقول ايه؟ في التاريخ الفلاني انا عملت اون للبروجكت اللي انا عملت فيه ابجريد لكل الباكجز، وبذلك السيستم بتاعنا بقى مينتينبل اكتر، بقى في حاجات جديده اكتر وما الى ذلك. ف ف فبس فده اختصار شديد جدا انا بعمل في ورك دايري. والورك دايري ده طول مهمه جدا عشان انت ليتر في المستقبل لما تخش انترفيوز هتستفيد بيها. في وقت البروموشن بتاعك المدير بتاعك ممكن يطلع على الورك دايري دي. ممكن كمان لما انت تكون عايز تعرف انت عملت ايه، عايز تتراك الانجازات بتاعتك بشكل عام. الانجازات دي الحاجات اللي ليها تاثير برضو، وممكن ترجعوا الفيديو القديم بتاعي هسيب له لينك سموير يعني. ترجع ليها من الورك داي بتاعك. حلو. برضو هقول تاني، ممكن كل اسبوع، ممكن كل يوم، ممكن كل اسبوعين، بس الفكره في اللي انت تكون مستمر، اللي انت تكون كونسيستنت، اللي انت تكون على طول مستمر في اللي انت تابديت الورك داي بتاعك ده. هو كمان ممكن يحفزك في اللي انت تعرف تعمل حاجه احسن في المستقبل. وانا بقول الفيديو ده برضه لنفسي عشان انا يعني بطلت اكتب في الورك دايري بتاعي بقاله فتره يعني، ومحتاج يتعمل له تعديلات كتيره وذاتس ات. حلو. بس انا هعمل سيريز على اليوتيوب هحط فيها الفيديوهات القصيره دي، وبرضه هحطها على لينكد ان، يعني هعمل الاثنين.
فاتمنى اسمع اراءكم، ومش شرط كلها تكون ليها علاقه ببعض. يعني في حاله الفيديو ده هو ليه علاقه بالامباكت اللي هو في الفيديو اللي قبله نوعا ما يعني، فمش شرط اعمل كده بس. وبرضه حابب اسمع اراءكم، ايه نوعيه الفيديوهات اللي انتوا ممكن تكونوا حابين تسمعوها وما الى ذلك. وبس، والقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعيد سعيد عشان انا بسجل فيديو ده في العيد. شكرا لكم.